مين في العالم ما يعرفش الملك توت عنخ آمون؟ أشهر ملك مصري في العالم القديم، واللي تم اكتشاف مقبرته في 4 نوفمبر عام 1922 بواسطة عالم الآثار البريطاني الراحل هوارد كارتر في وادي الملوك في الأقصر في صعيد مصر. شهرة توت عنخ آمون بترجع لكم الكنوز الهائل اللي تم اكتشافها في مقبرته، واللي ما كانش ليها مثيل وقتها، واللي كان عددها أكتر من 5000 قطعة أثرية. كنوز الملك توت عنخ آمون بعد اكتشافها اتنقلت بالكامل للمتحف المصري بالقاهرة في ميدان التحرير، ولحد النهاردة بعضها ما زال هناك. طبعا كنوز الملك بتستعد الأيام دي عشان هتتنقل لمقر عرضها الجديد في المتحف المصري الكبير بمنطقة أهرامات الجيزة لعرضها بطريقة أكثر تطور متماشية مع أسلوب العرض المتحفي الجديد. الفيديو بتاعنا بيتكلم عن مجوهرات الملك توت عنخ آمون. المجموعة اللي اخترناها لكم في الفيديو ده من الكنوز الخاصة بيه، واللي تم اختيارها علشان تتعرض ضمن كنوزه في آخر 3 معارض أثرية عالمية اتعملت ليه على مدار العقدين اللي فاتوا، واللي جذبت الملايين من الزوار حول العالم. والمعارض دي هي توت عنخ آمون والعصر الذهبي للفراعنة، توت عنخ آمون الملك الذهبي والفراعنة العظام، توت عنخ آمون كنوز الفرعون الذهبي. أول قطعة هي إكليل الملك توت عنخ آمون، تحفة فنية متعددة الألوان مصنوع من الذهب، مزين بزخارف ذهبية مطعمة بدوائر من العقيق الأحمر، وحواف مرصعة بالفيروز واللازورد والزجاج الأزرق. في منتصف الجزء الأمامي للتاج بتظهر آلهة الحماية لمصر العليا والسفلى، الإلهة النخبت واللي بيمثلها النسر بعيون مرصعة بحجر السبج الأوبسيديان، والإلهة وادجت واللي بيمثلها الكبرى مرصعة بأحجار شبه كريمة وزجاج. التاج بيتكون من شريط مثبت في مؤخرة الراس بقوس على شكل قرص بشكل زهرة اللوتس مطعم بالملكيت والعقيق اليمين. بيتدلى من الخلف شريطان ذهبيان طويلان، وبيتدلى على جانبي الشريطين صلان ملكيان واحد على كل جانب. تاني قطعة هي الصل الملكي، صل ملكي من الذهب بجسم مطعم باللازورد والفيروز والزجاج الملون بالعقيق الأحمر. الراس من الفاينس الأزرق البنفسجي. الديل مكون من أقسام ذهبية مترابطة ومتراصة مع بعض محاطة بحبات من الخرز صغيرة من القيشان. المجموعة الثانية هي مجموعة أقراط الملك توت عنخ آمون. أول قرط منهم قرط ذهبي، مركزه بيتكون من شكل بيمثل الملك توت عنخ آمون مصنوع من العقيق، يرتكز بين صلين ملكيين متوجين بأقراص الشمس. تستقر المجموعة داخل إطار دائري ذهبي محاط بحواف من الخرز، تتدلى منها 6 شرفات من الخرز ومصنوع من الذهب والفضة والكالسيت والعقيق والزجاج والمرء. قرط ذهبي مطعم بأحجار المرء والكالسيت والقيشاني والزجاج، ممثل على شكل صقر باسط جناحيه بشكل منحني للداخل. الصقر بيمثل أحد صقور شاهين برأس بطة من الزجاج الأزرق شبه الشفاف، بتحمل في أقدامها علامة شن وتبسط أجنحتها لأعلى. تدلى زوائد مرنة من ديل الصقر في نمط هندسي متشابك مع 5 صفوف من الخرز الأسطواني الأزرق والذهبي، واللي بتنتهي ب5 رؤوس من حيات الكبرى الملكية. الأقراط اللي بعد كده مصنوعة من الذهب والرهطي، دايرتها المركزية الكبرى من الراتنج الأسود والخرز الذهبي، مثبتة بواسطة حلقات من الذهب القرمزي والمغطى بحبيبات ذهبية صفراء. يتصل بالدائرة المركزية قطعة ذهبية مزخرفة بيتدلى منها 7 شرفات من الخرز الذهبي والخيشاني الأزرق. المجموعة اللي بعد كده بقى الأطواق وقلادات الأوسخ. أول طوق عندنا هو طوق أوسخ عريض من الذهب مكون من 10 أقسام، مطعم بالفيروز والسبج واليشب الأحمر والزجاج الأزرق الفيروزي. بتنتهي حفتيه عند الكتف بتصميم على شكل صقر، بيتم تثبيته على الرقبة بواسطة ثقل موازن يعرف بالمنخ. ال3 قلائد أو الأطواق اللي بعد كده أطواق وسخ عريضة من صفايح من الذهب مزخرفة بدقة، كلها بتختلف في الجزء المركزي مع تشابه في باقي التفاصيل في تصميمها. هنلاقي إن كلها بتمثل أشكال حيوانات مقدسة
عند المصري القديم، مزودة بأجنحة فردة وبسطة جناحها لأعلى، مثبت فيها ثقل موازن معروف بالمنخل، وسط سلك ذهبي معلق في الأجنحة. أول قلادة الجزء المركزي فيها بتمثل الحية الملكية وارجت رمز الشمال، وأنثى العقاب نخبة رمز الجنوب كرمز لوحدة الوجهين البحري والإبلي. الطوق الثاني يمثل الصقر حورس فارد جناحيه وماسك في علامة الشمس. صقر حورس هو سيد السماء ورمز الملكية المقدسة في مصر القديمة. بالنسبة بقى للقلادة الثالثة في جزءها المركزي، فهي بتمثل الكبرى الملكية اللي هي الحية وارجت. القلادة الثالثة رمزها هنا رمز مملكة الشمال. المجموعة اللي بعد كده هي مجموعة من أروع ما تم تجسيده في الفن المصري القديم من المجوهرات، وبصراحة هي الأقرب لقلبي. هي مجموعة صدريات الملك توت عنخ آمون. المجموعة دي ظهر فيها حرفية أكثر من رائعة في التصميم والجمال بصراحة يعني. خلينا نبدأ بأول واحدة، هي صدرية بيسموها صدرية شروق الشمس. قلادة صدرية مرنة من الذهب بسلاسل تعليق ومشبك يعمل كثقل موازن. صدريتها تحتوي على خنفساء جعل كبيرة من اللازورد في المنتصف، ومحاطة باثنتين من الأفاعي الملكية اللي هي الحيات. الخنفسة بتدفع قرص من العقيق يمثل الشمس المشرقة، وبتحيط بها رموز تعبر عن الاستقرار والحياة الطويلة والجمال. السلسلة الخاصة بالصدرية مكونة من شريطين يحويان الحياة الملكية والجعارين. الأشرطة بتنتهي بعناصر ذهبية منحنية بتحمل نسورا مزخرفة تجسد الإلهة نخبت. القطعة اللي بعد كده هي قلادة صدرية للملك توت عنخ آمون، بيظهر فيها الملك توت بوجه أسود مرتدي تاج الحرب المعروف بالخبرش. بيقف الملك توت عنخ آمون بين الإله بتاع الإله الخالق ورب الحرفيين والإلهة اللبؤة السخمة ربة الحرب والأوبئة والصحاري متوجة بقرص الشمس. خلف الإله بتاع بيظهر الكبرى الملكية متوجة بقرص الشمس، أسفلها إشعار السنوات الأبدية. وخلف الإله السخمة يوجد لواء الملك وكاء الملك القرين الخاص به. القلادة اللي بعد كده هي قلادة ميلاد الشمس. قلادة صدرية من الذهب بيظهر عليها جعران خبري على مركب شراع الشمس، بيطفو على مياه الدواب لمياه العالم الآخر. بيدفع قرص الشمس حديث الولادة بأرجله، وبيحمل برجليه علامة الشن. على الجانبين بيجلس قردان يحملون على رؤوسهم الهلال والقمر يمثلون الإله تحروت. بيعلوهم رمز النجمة البت واللي بتمثل السماء، مدعومة على الجانبين بصولجان الواس. الصدرية تم تعليقها بواسطة شريطين من اللوحات. اللوحات دي بيظهر عليها رموز حاح وعيد الحبسب وغيرها. الشريطين معلقين بواسطة ثقل موازن بيحمل رمز المعبود حاح، واللي بيحمل بدوره فوق راسه علامة شن. بتحيط بيه كمان حيتين الكبرى الملكيتين، ترتدي إحداهم تاج الشمال والتانية تاج الجنوب. القلادة اللي بعد كده هي القلادة القمرية. قلادة ذهبية تتكون سلسلتها من 4 صفوف من الخرز الكروي والبرميلي الشكلي، مصنوع من الذهب واللازورد والعقيق والفلزبار والراتي. الصدرية نفسها عبارة عن كرة قمرية وهلال فضي على قارب ذهبي. رمز السماء بتنمو منه أزهار وبراعم اللوتس، بتتدلى منه قطرات من اللازورد والفلزبار الأخضر. مشبك الصدرية مصنوع من الذهب على شكل زهور وبراعم اللوتس وردات وزهور الخشخاش، متعاطى بأحجار شبه كريمة. تتدلى منه 10 شرفات من الخرزات اسطوانية من الخزف الأزرق والزجاج. القلادة اللي بعد كده هي صدرية الرب نخبت. هي قلادة ذهبية تمثل صدريتها رمز الربة نخبت النسر بجناحين منسدلين من اللازور. بيحمل في مخالبه علامة الشن من العقيق الأحمر والزجاج الفيروزي. الأشرطة بتتكون من حبات مستطيلة من الذهب واللازورد، تحتوي مراكزها على دوائر متحدة المركز حوافها الخارجية محاطة بحبات زجاجية وذهبية وزرقاء. المشبك بيتكون من نسرين متجاورين من الذهب مرصعين باللازورد والفلزبار والعقيق والزجاج الأخضر. قلادة الجعارين الثلاثة هي قلادة صدرية ذهبية وتمثل 3 خنافس من اللازورد، ترتكز أرجلها على رمز السماء بت. الخنفسة المركزية الجعران تدفع هلال وقرص قمري. على الجانبين
بيدفع الجعرانين الآخرين خنافس الأخرى أقراص شمسية ترتكز أرجلهم على شريط أفقي من 12 زهرة من زهور الأقحوان، بتتدلى منه 4 زهور لوتس و4 براعم لوتس كبيرة و6 براعم صغيرة، 3 منها تحلل. شريط القلادة بيتكونوا من 5 خيوط من الخرز على كل جانب من نوع ذهبي وذهبي محبب وزجاج أزرق. مشبك القلادة بيمثل إله حح بيحمل خرطوش الملك أمام حية ملكية متوجة، وخلفه بيوجد الرمزان الواس والجد. القلادة اللي بعد كده هي دلاية الصقر، دلاية من الذهب على شكل صقر شمسي بأجنحة دائرية مفرودة لأعلى من اللازور بأطراف من العقيق الأحمر. بيحمل قرص شمسي من الذهب مطعم بالعقيق الأحمر. جسمه من قفص مفتوح من الذهب بيحيط بنوع من الحجر الأخضر. بيحمل علامة الشن بين مخالبه مرصعة بحجر العقيق الأحمر والزجاج الأزرق الفيروزي. الصقر معلق بسلسلة من أسلاك الذهب تنتهي بحبتين من العقيق الأحمر، وثقل موازن بشكل قلب من العقيق الأحمر مزخرف بالذهب على اسم الملك بين حيتين ملكيتين. قلادة عين الأوجات، قلادة بشكل عين الأوجات من الخزف الأزرق معلقة بخيط من حبات ذهبية حمراء محببة وحبات ذهبية عادية وحبات خزفية زرقاء على شكل أنبوبي. سلسلة القلادة من الخلف مقسمة نصفين بواسطة حبة كبيرة من الراتنج الأسود بين الكؤوس الحمراء والصفراء الحبيبية والخرز. قلادة الملك أمنحوتب الثالث، قلادة من الذهب الصلب صور فيها ملك في وضع القرفصاء مرتدي تاج خبرش الأزرق ويحمل صولجان الحرقاء والمذبة. بيرتدي قلادة من خرزات الذهب والزجاج، وتم تعليق التمثال بسلسلة ذهبية مجدولة. الغريب في الأمر إن التمثال منقوش عليه من الأسفل اسم الملك أمنحوتب الثالث جد الملك توت عنخ آمون. بعد كده في عندنا قلادة من الفاينس من حبات دائرية مسطحة كبيرة بألوان متعددة، في أزرق وأصفر وأحمر وأبيض مع نهايات طرفية صفراء بشكل كؤوس. دلاية على شكل تمثال ملكي من الزجاج الأزرق لملك من ملامحه تبدو أنه أحد ملوك العمارنة في الغالب أخناتون. التمثال مصور في وضع طفولي. صدرية من الذهب على شكل جعران من زجاج ملون متحدة مع صقر الشمسي ماسك بمخلبين زهرة اللوتس والبرد محاط من الجانبين باثنين من الأفاعي الرابطة. يحدد إطار ذهبي التركيبة الرئيسية للصدرية، ويدعم المعلقات من زهور اللوتس ورق البردي ورؤوس زهور الخشخاش. بيظهر قارب شمسي مستقر على الأرجل الأمامية للجعران. بيحمل عين الأوجات محاط باثنين من الأفاعي الرابضة. بيتوج عين الأوجات هلال قمري من الذهب وقرص فضي بيحمل صورة مشكلة بالذهب للإلهين تحوت ورع حرقخ وهم بيتوجوا الملك توت عنخ آمون. صدرية ذهبية مركزها خنفسة مجنحة كبيرة من حجر باهت داكن مرقط باللون الأخضر الزيتوني محاط على كلا الجانبين بالإلهتين إزيس ونفتيس، والدراعين بتاع كل واحدة فيهم ممدودة للحماية. الجعران بيحمل نص وخراطيش للملك توت عنخ آمون، وبيظهر عليه قرص الشمس المجنح المعروف بحور البحدتي مع حيتين الكبرى الملكيتين على كلا الجانبين. الصدرية من الذهب ومطعمة بالعقيق والزجاج الأزرق والأحمر. صدرية ذهبية على شكل صرح يظهر في مركزها جعران من الفلزبار الأخضر مجنح بيدعم فوقه اسم الملك توت عنخ آمون مكتوب داخل خرطوش. صدرية مطعمة بالعقيق والزجاج الأزرق والمخضر والأحمر. صدرية ذهبية بتصور حورس في هيئة صقر بجناحين مفرودين حول قرص الشمس. بيحمل علامتي العنخ رمز الحياة والشن رمز الأبدية بين المخالب بتاعته. بيحمل الصقر قرص شمس من العقيق الأحمر فوق رأسه. الصدرية مطعمة باللازورد والفيروز والعقيق والزجاج الأزرق الفاتح. صدرية مشكلة من الذهب تمثل على هيئة جعران مجنح اسم العرش للملك توت عنخ آمون نب خبرو رع بأسلوب الكتابة المعماة. العنصر المركزي هو الخنفساء خبري مصنوع من اللازورد. بين الرجلين الخلفية علامة الجمع وعلامة نب مطعمة بالفيروز،
وبين الأرجل الأمامية قرص شمس من الذهب المرصع بالعقيق الأحمر الشفاف. الأجنحة بتمثل راعي إله الشمس المشرقة، وبتشكل دايرة كاملة تقريبا بتحاوط الاسم الملكي وبتقدم له الحماية. هندخل دلوقتي على مجموعة أساور الملك توت عنخ آمون، وأول سوار معانا من الذهب مطعم ب3 خنافس من اللازوري، مثبتة على حافة خرز علوية وسفلية ب6 خيوط مصنوعة من الزجاج الأزرق والخرز الذهبي. بيتبع الخنافس 3 زخارف من الذهب المطعم عبارة عن حية ملكية وعلامة نفر فوقهم قرص شمس، وبيرتكزوا على علامة نب، جميعهم من العقيق والفلزبار واللازور. بعد كده في سوار ذهبي، قطعته المركزية عبارة عن خنفساء جعل كبيرة ذهبية مرصعة باللازور، بتحمل في أرجلها الأمامية خرطوش الملك توت عنخ آمون، وأرجلها الخلفية علامة نب. سوار المعصم مصنوع من الخرز على شكل برميلي وفواصل ذهبية، الخرز من الذهب والكالسيت واللازورد والزجاج الفيروز. السوار اللي بعد كده هو سوار من الذهب، قطعته المركزية عبارة عن جعران من الجمشة بلون بنفسجي فاتح، موضوع في إطار بيضاوي مزين بحبيبات ذهبية مرتبة في نمط من المثلثات الصغيرة، ومحاوط بخرز من الذهب والأحجار شبه الكريمة، منتهية بتعابين كبرى حامية. السوار بتاع الأسورة نفسها مكون من حزام من 4 خيوط من الخرز من الذهب والعقيق واللازورد واليشم على شكل عيون صغيرة لحورس وجعاري. سوار ذهبي، قطعته المركزية عبارة عن قرص من الذهب المحبب والمزخرف مع مركز من اللازورد مثبت على سوار من 9 خيوط من الخرز. الصف المركزي من خرز من الزجاج الأزرق والعقيق بشكل متناوب، الصفوف على جانبيه من الذهب. سوار ذهبي على لوحته الأمامية عين الأوجاع مطعمة باللازورد والسبت. السوار عبارة عن حلقة مطعمة ومزخرفة بذهب محبب وأحجار مختلفة وزجاج. سوار من الذهب والإلكترون مرصع في القطعة المركزية بحجر أخضر شاحب. اللوحة الأمامية مزخرفة من الذهب المحبب والمرتب في نمط المثلثات الصغيرة. السوار نفسه عبارة عن حلقة مزخرفة ب4 زهور من البردي و5 براعم بردي. نيجي مع آخر مجموعة في الفيديو بتاعنا، وهي مجموعة خواتم الملك توت عنخ آمون. أول خاتم هو خاتم من الذهب في شكل حيتين كبرى ملكيتين مطعمين من الزجاج. تاني خاتم على شكل ركاب سرج من الذهب مطعم بخنفساء من العقيق. الخاتم الثالث خاتم ذهبي مكون من 3 حلقات ملحومة مع بعض، إطار الخاتم بشكل خرطوش، تم لحام أحد طرفيه بصفيحة ذهبية رقيقة على شكل مركب شمسي، والطرف الآخر صقر ذهبي، في الوسط خنفساء متوجة من الزجاج الأزرق. الخاتم اللي بعد كده خاتم من الذهب مصور عليه زخارف بتمثل مركب يحمل قرص القمر والهلال، على جانبيه بيظهر قردان بيدان مرفوعتان في وضع تعبدي. الخاتم اللي بعد كده هو خاتم من الذهب الخالص بإطار في شكل خرطوش، بيحمل صورة للمعبود آمون رع في وضعية الجلوس مع اسمه مكتوب أعلى. الخاتم اللي بعد كده هو خاتم من العقيق الأخضر الشفاف بحلقة مزدوجة بخرطوشين، مصور فيها نقوش بتظهر الملك أمام المعبود مين. آخر خاتم معانا هو خاتم من اللازورد بحلقة مزدوجة بخرطوشين منقوشين بنقش غائر، مصور فيهم الملك بيقدم قربان للإله آمون رع. في النهاية لو عجبك الفيديو، لو انت مهتم بأخبار الآثار والتاريخ والتراث والثقافة، تابعنا وادعمنا باشتراكك وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد.